في نوعين من ألم الظهر، ألم التهابي وألم ميكانيكي. الألم الميكانيكي زي الغضروف، زي مشاكل الخشونة، زي ضيق القناة الشوكية، زي عرق النسا. إنما الوجع الالتهابي ده علامة مميزة لمجموعة أمراض على رأسها التيبس الفقاري اللاصق أو الأنكيلوزنج سبونديلايتس. طب إيه هي أعراض الوجع الالتهابي ده المختلف عن الوجع الميكانيكي؟ السن صغير أقل من 45 سنة، إن الوجع ده بيتحسن جدا 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 بالحركة ويسوء جدا جدا بالراحة، إن الوجع ده ممكن يصحي الواحد من النوم بالذات في الفجر، إن الوجع ده ممكن يجي في منطقة الفخدين في الإليتين من ورا ويبدل من يمين لشمال ومن الشمال لليمين، انه بيتحسن مع المسكنات والواحد ياخد مسكن يرتاح جدا، على عكس الألم الميكانيكي اللي ممكن يرتاح شوية ويرجع تاني. ان في حد في العيلة عنده مرض مناعي تاني زي تقرح القولون، زي الصدفية الجلدية، زي مشاكل في العين التهاب قزحي، انه ممكن يكون لف على دكتورين 3 وخد ادوية كتيرة قوي ما تحسنش.